السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بصوا هنعمل بقى كيكة كده، ولا فرن بقى، ولا سمنة، ولا زيت، ولا حر بقى، ولا سخونية، ولا الكلام ده كله، ومش هتاخد منكم 10 دقايق. بصوا هنا الكيكة بتاعتنا بصراحة حاجة كده طعمها تحفة بصراحة، ما شاء الله جميلة جدا، والوصفة سهلة. يلا نسمي الله واقول لكم هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا 4 بواقي بسكويت سادة. هنا بصوا بقى كوبايتين لبن. ما تنسونيش في اللايك، ماشي؟ وعايزة لايك حلو كده قمر زيكم. هنحط هنا كده 1.5 معلقة نشا، وهنحط 2 معلقة سكر. السكر دوت يعني حسب انتي ورغبتك، يعني بتحبي مسكر كتري، ما بتحبيش خلاص. بص هنقلبه بقى، هنرفعه على النار. هنا بقى معانا هنفتح البسكويت وهنحطه في الصينية دي. اول طبقة زي ما انتم شايفين كده. طبعا تاني طبقة بقى هنحط اللي هي الكريمة دي. بصوا هنصبها على البسكويت، ما بليناش طبعا البسكويت، ما سقيناهوش ولا لبن ولا اي حاجة. دي كانت الطبقة التانية. الطبقة التالتة بقى في قطعة شوكولاتة، هنحط عليها كوباية لبن سخنة وهنسيح. بصوا معنا قطعة شوكولاتة، هنحط كوباية لبن سخنة وبعدين نسيحها زي ما انتم شايفين كده. هنصبها بقى ايه فوق الطبقة التانية دي، وهتسيبوها بقى في التلاجة لمدة مثلا بتاع 3 ساعات، لحد لما تكون جامدة شوية يعني. بصوا هنا كده بعد ما طلعناها لا هنحطها في التلاجة، معلش اسفة. هنحطها بتاع 3 ساعات كده، 4 ساعات، وبعد كده بقى هنطلعها والف هنا وشفا. بصوا زي ما انتم شايفين حطيت عليها بقى صوص شوكولاتة. بصوا عشان انا بحب صوص الشوكولاتة ده فايه كترت قوي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، وهنزوقها باي حاجة موجودة عندنا. ودي كانت وصفة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.